السينما والدراما والاعلام مأثرين على الشعب المصري بشكل كبير قوي. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحه تمام. لا اعاقه لكل صاحب اراده. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني جدا. طيب ايه بقى اللي حصل؟ ايه الموضوع؟ فيه ايه؟ طيب دلوقتي يا جماعه، انا لما جيت عامله جروب عندي على الواتساب برضو. بواجه فيه مثلا مشاكل المكفين، ايه المشاكل اللي بتواجهنا، ايه الحاجات اللي بتضايقنا، حاجات زي كده. فلما جيت قعدت كده بسمع بالبنات، لقيت فعلا السينما المصرية والدراما ليهم تأثير بشكل رهيب. يعني انا لما قعدت كده استشفيت ليه ما عندنا الصحاب، لان الناس متوقعة ان احنا كمكفوفين فمش بنعرف ولا ناكل ولا نشرب ولا اي حاجة ولا نلعب ولا الكلام ده. حتى انا بلاقي ناس كتير قوي اللي هو ايه بيعاملوني معاملة خاصة جدا، اللي هو ايه، طب حسبي، طب مش عارف ايه، يا لهوي دي كانت تقع، يا لهوي دي مش عارف. يا جماعه خليكم مقتنعين ان ايه يعني لو وقعت، ايه يعني معلش لو اتكعبلت. مش معنى كده عشان بس محدش يفهمني غلط، مش معنى كده ان انا بقول لكم لما اشوف حد مثلا هيرتبط في حاجه تسيبوه، لا. عادي، الناس العاديه برضو بيقعوا وبيتكعبلوا عادي، يعني عادي جدا. الموضوع ما فيهوش اي مشكله. تمام. يعني انا مثلا قعدت اسمع قصه، لقيت مثلا وهو في المطعم، قعدت اسمع روايه وهو في المطعم، فهي البنت كفيفه. ف ايه، لما راح جه البنت راح هزق ايديها، راح الاكل وقع. طب ايه؟ اوه لا لا لا، يعني يعني لازم تهز ايديها يعني. يعني يا جماعه احنا ناس طبيعيه زينا زيكم، فاهمين قصدي اللي هو ايه؟ ولا مثلا بنقعد بنهز ايدينا ولا الجو اللي انتوا فاهمينه ده. فيا ريت يا ريت بجد والله العظيم بطالب من الاعلام وبطالب من السينما المصريه ودراما، هي طبعا، سوري، بطالب منهم ان انتوا تقعدوا مع شخص كفيف، بشكل شخصي، تتعاملوا مع المكفوفين بقى بشكل شخصي. ما تجيبوش فكره من دماغكم وتطلعوا تعرضوها على الناس، لان الناس اللي انتوا بتطلعوا تعرضوه بيبقوا متاثرين جدا 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 بيه. فيا ريت لو تقعدوا كده مع مكفوفين بشكل شخصي، هيبقى احسن بكتير قوي قوي قوي. ويمكن يمكن نغير نظرة المجتمع علينا. بحبكم قوي قوي قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.